المانع الوحيد انك تكون غني او تكون مستثمر عقاري ناجح، تخيل مين؟ هو انت. الفرص العقارية الجيدة طول عمرها موجودة، لكن لكل وقت أذان، واحسن وقت تعيش وتستمتع بيه هو حصاد اللحظة الحالية. القرار لازم يكون دلوقتي مش بكرة، لان ما فات هو أصبح ماضي وملناش قدرة لاسترجاعه، وبكرة في علم الغيب الله أعلم بيه. لكن بكرة أكيد أسعار اليوم مش هتكون موجودة. إذا سألت والدك أو جدك، عمرك شفت طول حياتك شيء زاد سعره ورجع تاني مثل ما كان؟ عمرها ما حصل. لو مش دلوقتي هتاخد القرار، يبقى مش هيجي ومش هيحصل ومش هيكون. ملخص الكلام، الفرص الجيدة للاستثمار وانك تحصل على مشروع كويس حتى دلوقتي متاحة وموجودة. وسيبك من اللي فات وضاع، لسه عندك الفرصة تركب الموجة وتعدي وتحقق الاستقلال المالي. فرص الاستثمار في العقار حاليا كتير جميلة وكتير واعدة، وبأسعار مقبولة ومتاحة لأي مستوى ولأي فئة. من أول 50,000 درهم تقدر تحجز وتدفع 1% شهري. لو عاوز تعمل خطة للاستقلال المالي بعد 12 سنة يكون عندك دخل سلبي 60,000 درهم فقط، كل اللي مطلوب منك حاليا انك تكون قادر توفر 5,000 أو 6,000 درهم أقساط شهريا. وبعد 12 سنة أنا بضمن لك دخل سلبي زي معاش مش هيقل بأي حال من الأحوال، 40,000 50,000 درهم كل شهر، وبدون تعب وبدون مجهود. بالظبط زي أكنك عامل بوليصة تأمين تاخدها بعد 12 سنة، مش بعد ما تتحال على المعاش. حتى لو عاوز أي نظام تاني أو أي طريقة تانية، فأكتر من عرض حاليا في السوق لا يتفوت. في عروض كتير حاليا متاحة في السوق، عرض 10% دخل ROI نت لمدة 10 سنين في السوق مع مطور موجود. عندنا الجاهز مع تقسيط بعد الاستلام موجود. في مطور عامل اقساط 1% شهري واقساط على 8 سنين موجود. عندنا مشاريع مباشرة امام محطة المترو، يعني رنت عالي جدا، ايجارات عالية جدا، عوائد عالية جدا، الكابيتال ابريشيشن وزيادة على راس المال هتكون عالية جدا. جوه كوميونيتي جولف فيو موجود. كل ده بيساعدك في الإيجار وبيساعدك إن العقار بتاعك سعره يزيد. أنا بضمن لك مش أقل من 50% في سنة واحدة. عاوز إيه تاني عشان تبدأ؟ اطلب واحلم موجود. أهم شيء التنفيذ دلوقتي، لأن لو مش هيحصل دلوقتي مش هيحصل. الفيصل الوحيد بينك وبين إنك تبقى غني أو مستثمر عقاري ناجح هو أنت. والفرق بينك وبين أي حد تاني في مجال الاستثمار العقاري هم حاجتين. الحاجة الأولى إنه بدأ من بدري، والتانية انه اختار مشروع صح، مشروع مناسب يكون مضمون ويبدأ فيه. والاتنين ليهم حل، ما تقلقش. الاولى هو بدأ بدري، انت لازم تبدأ دلوقتي. التانية الخبرة، انا معاك وهساعدك فيها. واذا محتاج مساعدة لترتيب افكارك وحد يساعدك في اتخاذ القرار، اتصل عليا او ابعت لي على الواتساب. شكرا، مع السلامة.